طيب ننتقل إلى الجزء الثاني إلى شرح المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه لإمام الحفاظ وحجة القضاة إمام الجزري رحمه الله تعالى. طيب باب الوضوء، نعيد باب الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. والمد لازم وواجب أدى، والمد لازم وواجب أدى، وجائز وهو وقصر ثبتا، وجائز وهو وقصر ثبتا، فلازم إن جاء بعد حرف مد، فلازم إن جاء بعد حرف مد، ساكن حالين وبالطول يمد، ساكن حالين وبالطول يمد، وواجب إن جاء قبل همزة، وواجب إن جاء قبل همزة، متصلا إن جمع بكلمة، متصلا إن جمع بكلمة، وجائز إذا أتى منفصلا، وجائز إذا أتى منفصلا، أو عرض السكون وقفا مسجلا، أو عرض السكون وقفا مسجلا، مسجلا مسجلا، مسجلا أي مطلقا. طيب أحسنت. اللهم صل على. أخذنا في الحصة القادمة حروف المد، وأخذنا المد الطبيعي. قلنا هو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به، ولا يتوقف على سبب من همز وسكون. وهذه الحروف مجموعة في هذه الكلمة نوحيها، أي الواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، والألف الساكنة المفتوح ما قبلها. وتحدثنا كذلك عن المد اللازم الكلمي عن المد اللازم الكلمي المخفف والمثقل. قلنا المد اللازم إذا جاء حرف المد وبعده حرف ساكن، حرف مد وبعده حرف ساكن أصلي، وهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى: ولازم إن جاء قبل حرف مد ساكن حالين. فلازم إن جاء فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول ممد. يعني إذا جاء حرف المد قبل، هو حرف المد قبل، والسكون بعد حرف المد. حرف المد جاء قبل السكون، فهذا المد يمد بمقدار 6 حركات، ويسمى مدا لازما كلميا مخفف. طيب، وإذا جاء بعد حرف المد حرف مشدد يسمى مدا لازما كلميا مثقلا. وأعطينا أمثلة، مثال محياي، هذا مد لازم كلمي مخفف. الضامة، أحسن، وهذا يسمى مدا لازما كلميا مثقلا. أحسن. واليوم إن شاء الله نتحدث عن المد اللازم الحرفي، كذلك مثقل ومخفف، ينقسم إلى قسمين: مخففا ومثقلا. وقبل أن نتكلم عن المد اللازم الحرفي، لابد أن نعطي بسطة عن الحروف النورانية أو الحروف المقطعة. الصوت هذا يا زوجيس، أنتم ما تسمعوا فيها؟ طيب. الله تبارك وتعالى افتتح بعض السور القرآنية بحروف مقطعة،
قلنا ويسميها البعض بالأحرف النورانية تأدبا مع كلام الله عز وجل. الله تعالى أعلم بمرادها. طيب، حظنا من هذه الأحرف أولا أن نؤمن بأنها من كلام الله عز وجل. ثانيا أن نتلوها كما وردت، هكذا وردت وهكذا نقرأها. ما معنى هكذا وردت؟ أي هكذا جاءت هذه الأحرف بداية من رب العزة جل جلاله وعلا وله إلى أمين الوحي سيدنا جبريل عليه السلام، إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إلى الصحابة الكرام من بعدهم، إلى التابعين، إلى أن وصلت إلينا بهذه الطريقة المنطوقة. هذا يسمى النقل الصوتي للقرآن الكريم، من جيل إلى جيل نقلت إلينا بهذه الكيفية. طيب، هذه الأحرف مجموعة في هذه الجملة، الأحرف النورانية أو الأحرف المقطعة مجموعة في هذه الجملة: نص حكيم قطعا له سر. نص حكيم قطعا له سر. وقد جمعها إمامنا الجمزوي رحمه الله تعالى. من يعرف البيت؟ من قطعك لا غير ما تقرأ. صله سحيرا من قطعك لاشتهر. صله سحيرا من قطعك. ويجمع الفواتح 14. صله سحيرا من قطعك لاشتهر. طيب، في هذه الأحرف لا بد لا نقرأ هذه الحروف. يعني مثلا إذا وجدنا همزة لا نقول ماذا نقول؟ ألف. فنقرأ أسماء الحروف ولا نقرأ الحروف، ولو هذه الحروف مركبة مع بعضها في كلمة، ولكن لا نقرأ الحروف، ولكن ماذا نقرأ؟ أسماء الحروف. يعني مثلا إذا وجدنا لا نقول لا، ماذا نقول؟ لام. ماذا نقول؟ ميم. طيب، إذا أتينا بشخص له مثلا دكتوراه في اللغة العربية ولكن لم يقرأ أبدا القرآن الكريم، ووضعنا له المصحف أمامه في أول سورة البقرة مثلا، وقلنا له تفضل قرأنا القرآن. طيب، كيف سيقرأ أول آية؟ ألم. طيب، لماذا نحن نقرأها بهذه الكيفية؟ ألف ألف لام ميم. لماذا نقرأها بهذه الكيفية؟ لأنها وصلت إلينا بهذه الكيفية. وقلنا الله تعالى هو أعلم بمراد هذه الأحرف، لذلك أغلب المفسرين ماذا يقولون؟ الله تعالى أعلم بمرادها. في بعض المفسرين تجربوا وفسروا هذه الأحرف، لكن أغلب وجمهور المفسرين يقولون أن الله تعالى أعلم بمرادها. فالله تعالى تحدى العرب الفصحاء البلغاء. القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، فالله تعالى يخاطبهم ولا يفهمون هذا الكلام، يخاطبهم بلغتهم ولا يفهمون ذلك الكلام. لذلك الله تعالى تحداهم. هذه هي المعجزة. في ذلك الزمان كانوا معروفون باللغة العربية الفصيحة والشعر، والله تعالى أتى بالقرآن الكريم معجزة. لذلك الله تعالى قال:
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا للتأبيد لا يستطيع أحد يأتي ولو بسورة من القرآن الكريم لأنه كلام الله تعالى المعجز. طيب، فقلنا هذه الأحرف على القارئ أن يطبق أحكام التجويد في هذه الأحرف. يعني مثلا إذا في إدغام يدغم، إذا في إخفاء يخفي، إذا في مد يمد، إظهار يظهر، قلقل يقلقل. مثلا حرف صاد، صاد آخر صاد دال، والدال ساكنة، والدال هي من حروف القلقلة، فلا بد للقارئ أن يطبق أحكام التجويد، لا يقول صاد أين القلقلة، لا بد أن يقلقل. مثال الإخفاء مثلا كاف ها يا عين صاد. لاحظنا هنا عين النون أخفيت، عين صاد. لاحظنا كيف؟ فلا نقول عين صاد، فنطبق أحكام التجويد. إذا في مد نمد، في إظهار نظهر، في إخفاء نخفي، في إدغام ندغم. ألف لام ميم، أدغمنا اللام في الميم. وهكذا حروف المد اللازم الكلمي ينقسم إلى أقسام من حيث المد. بالنسبة للألف كم يمد من حركة؟ يعني إذا وجدنا ألف في أول سورة البقرة لا يمد كم يمد الألف؟ لا يمد ما في مد أبدا. طبيعي فيه جاء ليس له مد، فيه جاء ليس له مد. أحسن. بالنسبة للألف لا يمد أبدا. لذلك إمامنا الشاطبي رحمه الله تعالى قال وما في ألف من حرف مد فينطلى. وما في ألف من حرف مد فينطلى. ما معنى هذا الكلام؟ أي أن كلمة ألف تتركب من همزة مفتوحة وتليها لام مكسورة ثم فاء ساكنة، فلا يوجد حرف مد في الوسط مثلا نون في الوسط واو مدية، لكن ألف لا يوجد حرف مد حتى نمط هذا المد. لذلك قال إمامنا الشاطبي وما في ألف من حرف مد فينطلى. فالألف لا تمد أبدا، فننطقها بهذه الكيفية ألف ونكسر اللام، لا نقول ألف 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 ألف. أحسن. طيب، في عندنا حروف تمد بمقدار حركتين، أي بمقدار مد طبيعي، وهي المجموعة في هذه الكلمة حي ضهر، حي ضهر، أي الحاء والياء والضاء والهاء والراء. هذه الحروف تمد بمقدار كم؟ حركتين، يعني ألف أو مد طبيعي. صعبين؟ سهل. طيب، هذه الحروف مثلا الحاء تتركب من حاء ثم ألف. هنا لا نقول حاء، لا ننطق الهمزة الأخيرة. بالنسبة للحروف المتركبة من هذه الجملة حي طهر نقول فقط الحرف وتليه ألف. حاء مثلا يا، ولا نقول يا بالهمزة، لا نقول طاء بالهمزة. عرفنا؟ يا
حاء راء ضاء هاء. هذه الأحرف تمد بمقدار حركتين. نمد هذه الأحرف بمقدار حركتين. الآن سوف ننطقها بهذه الكيفية ثم نطبقها في الأحرف المقطعة في القرآن الكريم. حاء هذا هو المد الطبيعي حركتين، يعني حاء نضاعف زمن هذه الحركة حاء حاء، يعني هذا هو المد الطبيعي. يعني نقول حاء 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 يا طا ها را. لاحظنا؟ طيب في أحرف أخرى تمد بمقدار 6 حركات، وهي المجموعة في هذه الجملة. من يعرفها؟ كم عسل نقص. كم عسل نقص أو نقص عسل. أم أحسن هذه ثم العسل. مرة قلت للقليل غش قلت نقص عسل عزل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قلت لهم والله لا عسلكم انتم زين. فقط العلماء اصطلحوا على هذه الكلمة. طيب هذه الأحرف تمد بمقدار 6 حركات. هذه الأحرف نقرأ أسماء الحروف، مثلا النون نون قاف قاف أحسنت. صاد مع قلقلة الأنس. العين عين سوف نعود إلى حرف العين. خلينا دون سين لام كاف ننتبه لا يخرج لي المدين من الخشم. لا نقول الميم من الخشم، لكن الياء المادية التي بعدها من شيء من الخشم. ميم. هذه الحروف تمد بمقدار 6 حركات إلا العين. العين تمد بمقدار 6 حركات، وكذلك تمد بمقدار 4 حركات. والعين بوجهان والطول أخص، أو والعين بوجهان والطول فضلا. والطول فضل هذه للإمام الجرزوري، والطول أخص للإمام الشاطبي. والعين بوجهان والطول أخص، والعين بوجهان والطول فضلا، يعني وجه المقدمة ده هو الطول. يعني العين إما تمد هكذا عين 6 حركات، أو عين. طيب أحسن. طيب سوف نطبق الآن على الأحرف النورانية في القرآن الكريم. نبدأ بسورة البقرة. ألم، الألف ثم اللام ثم الميم. الألف كم تمد من حركة؟ لا مد فيها. أولا نقول لوجود الوحي بذلك، ثم نعلل وما في ألف من حرف مد فينقل. طيب اللام التي بعدها 6 حركات. لماذا؟ أيوة أحسن، لأنها في الجملة نقص عسل. طيب
الميم كذلك تضمن بمقدار 6 حركة. لماذا؟ نفس الشيء. طيب نطبق الآن. سوف أنطق العبد لله ثم تعيدون أنتم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. لم تطبقوا حكم تجميليا. شو هو؟ الميم مشددة غنة. أيوة. وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا. ليش ما؟ لماذا لم تظهروا الغنة في الميم؟ لا نستعرض. أيوة نعيد. ألف لام ميم. ألف لام ميم. طيب سوف أفعل هكذا بإصبعي. عندما أرفع إصبعي تقطعون الإضغام. يلا عيدوا. ألف لام ميم. أيوة أحسنت. لا تم شكون مفلت شوي. طيب قصة سلم. حاميم. طب خلينا بالترتيب. بعد شو عندنا؟ حاميم. ألف لام ميم. طيب الألف كم تمد من حركة؟ اللام الميم صاد ألف لام ميم صاد. ألف لام ميم صاد. أين الإضغام؟ يلا ضيعوا عيد. نعمل هكذا وقت اللي يخلص إصبعي أوزن بإصبعي وأنتم ما خلص سيبوا الميم. يلا ألف لام ميم صاد. دائما نطبق الأحكام التجويدية. طيب شوف بعد ألف لام. طيب الألف لا مد فيها. اللام الراء. لماذا؟ موجودة في جملة حي طهرة. حي طهرة هذا المد يمد بمقدار 4 حركات. يلا ألف لام را. ألف لام را. را حركتين. را أحسن. أعيد. ألف لام را. ألف لام را. نعطي غنة الميم المتأصلة لام ثم ننتقل إلى الراء. ألف لام را. ألف لام را. أحسنت. إظهار ولكن الغنة متأصلة في حرف الميم. طيب خلص الوقت. ليش ساعة معطلة اليوم؟ كل شيء معطل. ألف لام ميم را. سورة الرعد. الألف كم تمد من حركة؟ اللام 6 الراء. ألف لام. بسم الله الرحمن الرحيم. الناصب أول سورة الرعد. ألف لام ميم را. ألف لام ميم را. طيب بعدها صوت مريم. الكاف كم تمد من حركة؟ 6 حركات. لماذا؟ مصاصة. الهاء المد بمقدار حركتين. الياء حركتين. العين 6 العين ذو وجهين ذو وجهان
صاد ونطبق الأحكام التجويدية مثل ما قلت إذا في قلقلة نقلق فان كاف ها يا عين صاد بعد العين في أخفاء والأخفاء مفخمة لأن الصاد مفخمة الأخفاء يتبع الحرف الذي بعده يلا لا فقط العين الأخفاء ليس له علم فقط العين الآن سوف نأتي بالعين كم حركة؟ 4 كاف ها يا عين صاد الطاء كم حركة؟ طه ثم طه طه أي طه كم حركة؟ الطاء حركتين ولا طه طاسمين الطاء حركتين السين ستة الميم طاسين طاسين الطاء حركتين السين حركتين طاسين ألف للميم أخذنا ياسين ألف حركتين والسين ياسين أحسنت نون صاد طيب أجيبك طبعا يلا صاد صاد كم 6 حركات مع صاد أحسنت حاميم عين سين سورة الشورى يلا خذنا نقسم ليه حميم أخذناها مع بعضها كلنا الحاء خلينا نشوف الحاء حركة الميم 6 حركات العين 6 حركات السين القاف 6 حركات ونطبق الأحكام التجريدية لا ننسى ذلك حميم عين العين أعطيتها 4 حركات العين 6 بداية
استكبارا في الأرض. ينظر الإخفاء هذا يجي مفخم على حساب الراء، وإلا تبدأ بالتفخيم الراء ثم ترحق الإخفاء. كيفية القراءة تاعها؟ استكبارا في مباشرة نذهب إلى مخرج الفاء. استكبارا في يعني ما تفخمش الراء. الراء تفخم لكن الإخفاء مرة الراء مفخم طبعا، لكن الإخفاء يتبع الحرف الذي بعده. خلص الوقت. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا كريم، فلك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله وعلانيته سره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت حين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. واجعلنا اللهم من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك برحمتك يا أرحم الراحمين، يا قوي يا متين يا ذو العرش المجيد يا فعال لما يريد. اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم غير حالنا
قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.